منينا كازابلانكا كل شيء صار وايد، ما أدري، يمكن تعودنا على بعض إحنا البنات، صار الوضع شوي أحلى بيننا وبين بعض، ارتحنا لبعض. وايد صراحة قاعدين ننتظر اللحظات اللي تصير. واحنا بنمشي هيك في شوارع كاسابلانكا عبين ما وصلنا على السوق، البلد كتير 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 حلوة، على طول الواحد بيحس انه في لها طابعها المميز. هذا الشيء انا كتير كتير حبيته. بس هلا بدنا ندوق سمك على طبيعته. الله. طيب انت دوقي اول بعدين قولي لنا. الحرمة اللي قابلناها زوزو اللي هي من 45 سنة تشتغل وعمرها 75 وللحين تنتظر بكرة، لأن بكرة بيجيب ناس جداد وشيء جديد. شو هالكولكشن؟ بدنا ندوق. تاكلوا؟ ايه طبعا. يلا يسلموا، شكرا. يا سلام، وحدة ثانية بليز. فظيعة فظيعة. قوموا يلا تسلم ايدك. هاتون بدنا. مش معقولة. هاي أصغر شيء. على مسؤوليتي. على مسؤوليتي. مش معقولة. يلا يسلموا. على مسؤوليتي. يلا أنا وياكي سوا. يلا 1 2 1 2 3 عاشت هدوء. برافو. احتمال وحدة ثانية. 1 2 3. شو اللي يخليك تكملين وتين كل يوم؟ عندي يوميا عندي قريحة، ما نحمل نبرك في الدار. أنا متلوعة على الناس اللي يحبون يجوا يوميا. ما شاء الله. ندوي معاهم، نتكلم معاهم، نبيعوا شري معاهم، نحكوا نعرضوا نكات. ما في الدار ايش ندير؟ صح. قبل الجميلة الطيبين. اي صح. اي والله صح كلامك. وتشرفي دغيا تشرفي تولي دغيا. لا تكسرين في البيت، تكسرين هني ما شاء الله تصيرين اصغر واحلى. والله ما تشوفي الرجال. سلام. تسلم ايدك ما شاء الله. تبي شهي كثير. شو عامله فيه؟ سلمون مشوي بالضبط. هيدي بشو؟ هاي بسطله؟ هذه بسطيله مغربيه. ندير فيها السمك والعساش وفيرميسيل والسوجه، لكن مذاقها مغير، ماشي نفس المذاق. شو الصوص اللي بتحط عليها؟ حامض والملح والبزار. شنو اللي لا صوص فينيغريت، بزار ابيض. اكلك هو بتعتبريه تراديسيونيل؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ اكلي مثلا الاكل المغربي كيطيبوا وكيديروا لاصوص، كيديروا المرقه وداك الشيء كيغمسوا، ما كيبقاش فورشيت. مظبوط. اكل ناشف. والاكل ديالي مثلا بحال ريجيم صحي. المغاربه كيعجبوا، صح، المغاربه كيعجبهم الاكل ديالي. كان في سوق سمك والبنات كان في اويسترز واكلوا اويسترز. انا في حياتي ما اكلت، كنت اتخيل في يوم من الايام اني ممكن اكله، لانه بصراحه كنت اقرف منه شويه، بس اتحدوني وانا يعني تبغيني اسوي شيء تحديني، فقالوا لي ما تقدري تاخذيها، وحاولوا معي لين ما اخذتها، واخذت 3 مو واحده بس. مشي الحال، بس معدتي ما مشي معها الحال، يعني بعد فتره كده بدات تقول لي اللي سويتيه ده ما كان مضبوط يعني. لما طلعنا لفوق كتير حلو، ريوردنج الشعور انه بحس حاله الواحد تعب وطلع
بس هيك فجأة الدنيا مفتوحة، الهواء، الموج في البحر، شكل المدينة لجوا من فوق سطوح الناس. بهاي اللحظة أظن أنا والصبايا كان عنا لحظة. والحمد لله اتعلمت إنه لازم واحد يجازف، لأنه هو تعرفت على ناس طيبين وحبيتهم وصرنا زي الأخوان، فهذا يعني تقولي دعمها زيادة، أثبت لي إنه صح، أنت ماشية في الطريق الصحيح، استمري فيه، مجازفة ما فيها شيء غلط، بالعكس حلو تلاقي نفسك.